السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل ميني فطير المحلات. أنا عملت معاكم الفطير مشلتت، فقلت أعمل بقى الميني الفطير، يبقى إيه الفطيرية كده إيه صغيرة، يعني اللي ياخد يعني واخد واحدة ما يهدرش. واقول لكم على كل تفاصيل الفطير الناجح، ازاي ينجح معاكي من اول مره. يعني اللي ما عملش فطير خالص، اسهل طريقه واسهل حاجه، وازاي وتسويته وكل حاجه هقولها لكم في الفيديو. ان شاء الله ينجح معاكم من اول مره. المقادير: انا معايا نص كيلو دقيق، ومعايا سمنه، زبده، اي حاجه، زيت، شوفوا زيت، اي حاجه ماده دهنيه هينجح ان شاء الله. ومعايا معلقه سكر، ومعايا نص معلقه ملح، ومعايا ميه عاديه خالص لايه للعجن. هنبتدي بقى ايه نعجن. دلوقتي بقى نبتدي ايه نعجن. انا معايا ميه ماشي. طبعا الميه بحطها بالتدريج. معايا سكر والايه والملح هنحطه ايه على الدقيق، ونقلب الدقيق. طبعا السمنه دي هنحتاجها بعدين نشيلها، اي حاجه كده ايه مش بنحتاجها دلوقتي نشيلها بعيد عننا، عشان احنا دلوقتي هنعجن. خلاص انا قلبت بقى الحاجات كلها. هعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تملي سموا يا جماعه وانتوا ايه بتعملوا الاكل، عشان ربنا يطرح فيه ايه البركه. هنقلب كده شويه بشويه الميه، ما نحطش الميه مره واحده، علشان انا ممكن اقول لك مقدار ميه، بس في دقيق بياخد ميه عن دقيق، يعني بياخد نسبه السوائل اكتر من دقيق. بس كده ايه، انا مش هحتاج بقى مش هحتاج المعلقه، هحتاج ايدي طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على ايه نبي عليه الصلاه والسلام. سيدي رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان احتاجت ميه انا دلوقتي حطيت كوبايه ميه، ان احتاجت ميه هحط، ما احتاجتش خلاص. عجينه الفطير بتبقى مقفوله. مقفوله يعني ايه؟ يعني ما هياش طريه قوي وما هياش ناشفه قوي، بتبقى ايه ماسكه بعضها. هعجن انا كده بقى ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. عجينها مش اقل من 5 دقايق. دلوقتي خلاص طبعا العجينه شايفينها بقت حلوه ازاي. بصوا، هي العجينه يابسه، يعني ايه طريه قوي ولا ايه ناشفه قوي. شايفين العجينه؟ شايفين العجينه بتمط ازاي؟ انا عايزه كده، عايزه العجينه تمط كده. شايفين عامله زي الملبن ازاي؟ شايفين؟ يعني ممكن اخدها كمان كده اهي. اهي اهي. شايفين العجينه؟ تحس ان هي ايه يعني شديده شويه، بس هي دي بتبقى العجينه كده. اعمل ايه بقى؟ بس برضو ايه مش ناشفه قوي يعني، يعني مش ناشفه قوي. اعمل ايه؟ احط شويه زيت. شايفين البوله ما فيهاش ايه دقيق خالص كده، البوله ايه لازم تبقى. احط شويه زيت ماشي، وايه اه، واقوم ايه بقى حاطه العجينه، مش هتخمر، هي هتستريح بس كده. اجيب كيس او ستريتش، كيس تلاجة، واقوم مغطياها عشان ايه ما تنشفش. اه، واغطيها ايه بفوطه، واسيبها بقى ايه، الجو حر يعني هسيبها 10 دقايق. كل ما تسيبيها احسن. واجيلكوا بقى انت بقى ايه نشوف العجينه استريحت. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل بقى الحاجات دي كده عشان ايه نوصل على النبي. العجينه ايه استريحت اهي. شايفين العجينه جميله ازاي. هنعمل ايه بقى؟ ندهن بس ايه، نحط شويه زيت على الكونتر كده، شويه زيت صغيرين خالص. ونحط ايه العجينه بتاعتنا بس، وهنفرد بقى. نشيل بقى الحاجات حوالينا، الحاجات اللي احنا بس ايه هنحتاجها، الزبده هي اللي هنحتاجها. نعمل ايه بقى؟ هنفرد. هنفرد بس يعني مش هنفرد قوي، يعني احنا مش هنرقها قوي خالص. يبقى ايه سمكها يعني ايه، هوريكم السمك بتاعها. هو كده خلاص، هنعمل كده ايه كفايه قوي السمك ده، مش عايزه افردها قوي. شايفين السمك ده اهو؟ شايفين؟
هو كده. اعمل ايه بقى؟ اجيب الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. احط ايه؟ زبده. طبعا هيتعمل بالسمنه، مش هيقول لا، بس طبعا نتيجه الزبده، شايفين الزبده لينه ازاي؟ انا مش عايزاها ايه، مش عايزاها ايه، آم، يعني مش عايزاها جامده، انا عايزه الزبده كده لينه اهو. بفرد على العجينه. يعني هي ما بتاخدش زبده كتير، والنتيجه دي ناجحه يا جماعه، والله ناجحه جميله، ما بتفشلش يعني، نتيجه جميله جدا. بس خلاص، انا كده بس ايه، ادخل الزبده جواها كويس. بس هعمل ايه بقى؟ هعمل رول، هعمل لون. بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سموا يا جماعه، سموا، سموا عشان الاكل ربنا يطرح فيه ايه، البركه. بس كده الزبده كلها دخلت جوه العجينه. معلش الجو هنا ولع ولع ولع، علشان احنا في الصيف، احنا مش في الصيف بس، احنا في عز الصيف. بعمل ايه انا؟ بعمل لور، بلف لور اهو، الفها كده. شايفين يا جماعه؟ اهي، انا مش راضيه اقطع الايه، الفيديو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الفها ايه، لور. خلاص انا ايه كده بقى ايه، بلف وايه وافرد من هنا، الف وافرد. يا رب تكون الكاميرا ايه جايباني، انا عندي الجو هنا ايه صعب جدا. خلاص لفيت لور بقى، هعمل ايه، هعمل ايه؟ خلاص كده، جو حر جدا، فالعجينه معايا ايه عماله تسيح بقى وايه وحاجه. هعمل ايه بقى؟ هقطعها، هقطعها بقى دلوقتي. خلاص كده انا ايه، طبعا هقطع العجينه بقى. طبعا انا عايزاه ميني ميني، ميني ايه، فطير ميني صغير. هقطع شايفين؟ هقطعها كده بقى، شايفين قد ايه؟ طبعا دي توريقه اللي جوه دي، وايه، واحط هنا بقى ايه، ورص ميني صغير اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني على قد ما تقدروا خليها قد بعضها. بس هقطع كده بقى ايه، زي ما تيجي معانا بقى، ده نص كيلو أهو. طلع معانا كام؟ 2 4 6 8 10 12 فطيرة. شايفين؟ نص كيلو هيعمل لنا 12 فطيرة، يعني حاجة جميلة جدا. عايزة اقول لكم، شايفين التوريقة دي؟ توريقة، شايفين؟ دي كلها ايه، دي كلها ايه، توريقة. بس هشيلها بقى كده. يعني النتيجة دي ناجحة يا جماعة والله، ما فيهاش حاجة للفشل يعني، نتيجتها ناجحة، ما فيهاش ايه، اي حاجة ايه للفشل. يا ريت ايه تجربوها ان شاء الله، بإذن الله هتعجبكم. بس كده. هعمل ايه بقى؟ اغطيها برضو بكيس، اسيبها ايه تريح. مفيش داعي ان انا هدهن زيت وكلام من ده، لان السمنه الجو سايح يعني، الدنيا سايحه. هعمل كده واسيبها تريح 10 دقايق واجي. خلاص كده انا سبتها ايه، ريحت 10 دقايق. ابتدي بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد واحده واحده بقى ايه، آه نعمل، هنعمل ايه بقى؟ شدي بس دي كده عشان ايه، الجو حر جدا هنا، فانا هيتعبني جدا الجو ده، هيتعبني في العمايل يعني، مش هيتعبني يعني. هنعمل ايه؟ هنفرد بقى، ممكن نفرد بنشابة كده اهو كده،
نفرد كده، نحط شويه زيت عشان ايه بتاع بتلزق، المردانه بتلزق. نحط لها شويه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الجو اصلي حر، في ايه مضايقني شويه. اعمل كده يعني فريجي على قد ما تقدري، على قد ما تقدري ايه فريجي. خلاص هي كده اتفردت حلو. اعمل ايه بقى؟ هاخد بقى الرقات دي، يعني اعملها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بعمل ايه؟ كده كده بلمها، يعني كده بلم كده كده، واقوم جايه في الاخر عاملاها زي ايه كوره اهي، عشان ان انا عايزاها ايه تبقى مدوره اهي. خلاص كده اهو. وهعمل كل الكور بالطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تبططي بايدك شويه كده اهو. هي طريقه ما فيهاش اي حاجه للفشل. يعني دي ممكن تعمليها من غير مردانه كمان، يعني ممكن تتعمل بالايدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعشان بس الجو حر فمضايقني شويه، فالعجينه ايه بتسيح مني. الله عظيم. اذان الظهر بيأذن. الله عظيم. هعمل ايه بقى؟ زي ما عملت هقوم برضو ممكن تعمليها كده منديل كده ماشي، وتروحي برضو جايبه دي كده ممكن، يعني تروحي ايه. المهم في الاخر لازم تبقى كوره كده، في الاخر لازم ايه تكوريها كده، عشان ايه احنا عايزينها كوره اهي. بس هكمل كل الكميه بالطريقه دي، وايه واغطيها واسيبها تريح. هكمل كل الكميه واجي. طبعا كده عبال ما خلصت، هي دي اخر واحده طبعا، هي دي اخر واحده اعملها. بس عايزه اوريكم بس الرقات قد ايه. شايفين الرقات؟ شايفين الرقات؟ دي اخر واحده اعملها. وطبعا انا لازم احط عليها على وشها بس شويه زيت كده اهوت. هي طبعا استريحت قبل ما خلصت، يعني هكون ايه استريحت. ديت اخر واحده، دي اخر واحده انا بعملها. هو الجو مضايقني طبعا علشان الجو حر فمضايقني، العجينه ايه بتسيح مني. لكن الحمد لله خلصت، الحمد لله فضل ربنا طبعا خلصت. هي كل ما بتريح بتفرد معاكي حلو قوي، كل ما تريح كمان تديكي نتيجه احلى اهو. انا كده ايه خلصت كده، بس دي اخر واحده. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هجيب بقى الصينيه اللي انا هخبز فيها ايه. خلاص هي ايه ممكن تعمليها بايدك كمان، يعني سهله اهي. باجي اعمل ايه بقى؟ يعني انا ايه خلاص هي كلها طبعا زبده وسمنه الطريقه دي ناجحه جدا، اعملوها. وبعدين بعملها بقى ايه على هيئه بقجه كده، وبعدين بروح واخداها كده بقى ايه. شايفين بكورها كده اهي. شايفين العجينه بتقب ازاي، بتعمل فقاعات هواء، دليل ان هي ناجحه. هعمل ايه بقى؟ هجيب صينيه واحط فيها ايه شويه زيت، يعني هدهن ايه الصينيه شويه زيت. الزيت ده مهم جدا طبعا، طبعا مهم اهو. خلاص كده هو. وانا طبعا مولعه الفرن، مولعه الفرن طبعا عشان ايه ناخد بقى اول واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. الصينيه دي طبعا مش هتاخد واحده، تاخد اكتر من واحده، وهبطط في الصينيه. شايفين طبعا انا مش هعمله كبير، انا قايله لكم ايه هو ميني بيتزا. شايفين اهو، اسهل من كده فيه مفيش اهو. خلاص ادي الايه، شايفين السمك ده؟ شايفين السمك؟
بس وهكمل بقى ايه، اخد بقى كل وهعمل في صينيه تانية وهندخل بقى الفرن. هسيبها بس تريح، او ممكن اسيبها وممكن ما اسيبهاش يعني، بس طبعا انا هسيبها ايه دقيقه واحده بس بعد ما فردتها. اهو هي تاخد 3، ممكن تاخد 4 كمان، خليها تاخد 4. ممكن تاخد 4. سيبها بقى تريح شويه كده وايه وادخلها واجيلكوا بقى ايه وهي في الفرن. ده الشكل النهائي. شايفين قد ايه؟ شايفين عاملين 12 فطيره، نص كيلو اتعمل 12 فطيره. شايفين الفطير قد ايه روعه وجميل. وهفتح لكم برضو واحده. شايفين؟ حبيت بس اوريهولكوا بس ايه من قريب كده. شايفين الفطيره جميله ازاي؟ شايفين؟ وشايفين ظهرها تسويتها جميله من ورا ازاي؟ كله كده طبعا اهو. شايفين قد ايه التسويه جميله من ورا برضو، وفطير هش جميل. يعني انا هفتح لكم واحده برضو، كله تسويه جميله من ورا اهو وايه وهش. يعني بصوا من ورا وهش ومقرمش من بره وطري من جوه. افتح لكم واحده واوريها لكم. شايفين ارتفعت اهي، ما شاء الله اللهم صل على النبي. حبيت اوريها لكم بس وهي ايه في الفرن. خلاص هي ابتدت ايه، مفيش ثانيه كده يعني، اقل من دقيقه وهطلعها اهو. طبعا لما بفتح الفرن البخار بيضيق الكاميرا. بس هطفي بقى وايه وهجيلكوا بقى. عايزه اقول لكم حاجه، انا هعمل شويه بالسكر ماشي، وشويه ايه بالعسل، يبقى جميل قوي برضه. هنعمل ايه اهو، نحط هنا شويه سكر. شايفين بيبقى جميل قوي قوي يعني اهو. ده بالسكر كده بيبقى روعه بصراحه، بيبقى طعمه خطير بالسكر الناعم. سكر البودره بودر اهو، حلو قوي. ودول بقى هعملهم ايه، هعملهم بالعسل، العسل النحل، هيبقوا روعه برضه. شايفين؟ الله الله. الله بقى على الجمال بقى، الله على الجمال، الله على الجمال، الله على الجمال. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم بجد؟ ايه رأيكم؟